حينما نتأمل في علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام نجد أن العلاقة بأبي عبد الله الحسين علاقة من نوع خاص. هذا ما يعرفه الجميع ويميزه الجميع. علاقتنا بالحسين تختلف عن علاقتنا بسائر الأئمة. تختلف من أي ناحية؟ تختلف كما وكيفا. من حيث الكم أنت تلاحظ أن أكثر أيام السنة وأكثر الأئمة ذكرا على ألسننا صباحا مساء ليلا نهارا هو أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. من حيث الكيف تلاحظ أن عمق العلاقة اللي تربطنا بالحسين لا تماثلها علاقة. هنا قد البعض يسأل هذا السؤال ويتوهم هذا التوهم أن السبب في هذه القضية وهذه العلاقة المميزة بيننا وبين الحسين عليه السلام هو عمق الفاجعة وطبيعة الحادثة التي مرت بأبي عبد الله وجرت على الحسين وحدثت للحسين. يعني يقول أنتم الشيعة ناس عاطفيين وأصحاب دمعة تحبون البكي، فلما شفتوا الحسين قتل بتلك الكيفية وبتلك الصورة هو وأهل بيته معه، أنتم صارت لكم علاقة خاصة بالحسين. يعني افترض مثلا لو كان مثلا الإمام الباقر قتل في كربلاء بدل الحسين، كانت علاقتكم بالباقر. شو يريد يقول هذا صاحب الإشكال؟ يريد يقول علاقتكم ما لها عمق، علاقتكم مو أصلية مو أصيلة، ما لها أساس، عاطفة فقط عاطفة. لكن لما نتأمل بإنصاف وبحيادية وموضوعية إلى هالعلاقة ونبحث عن جذورها نجد أن هذا الكلام ليس إلا وهم. كيف؟ حينما يتأمل الإنسان في علاقتنا علاقة شيعة آل البيت بأبي عبد الله الحسين يجد أن جذور هذه العلاقة زرعت في قلوب الشيعة بأيدي آل محمد صلى الله عليه وعليه. يعني الذي غرس العلاقة، الذي غرس الحب، حب الحسين في صدورنا في قلوبنا، الذي عمق العلاقة بيننا وبين الحسين ما هو إلا أئمة آل البيت عليهم السلام. فالقضية مو قضية أبدا جزافية، ليست قضية نحن الذين ابتدعناها. تشوف لما تجي إلى تاريخ أهل البيت، إلى تاريخ القضية الحسينية، إلى تاريخ واقعة كربلاء، واقعة الطف، تدرك وبوضوح هذا الأمر أن هناك خارطة دقيقة عميقة شاملة كاملة لآل البيت عليهم السلام لتعميق وتأسيس وتجذير وترسيخ هذه العلاقة. مثلا واحدة من هذه المحاور المهمة في تشييد هذا البناء العظيم وهذا الصرح العظيم في قلوب الشيعة هو قضية تربة أبي عبد الله الحسين. هاي التربة لما ترجع إلى تاريخها تشوف الذي سلط الضوء عليها
والذي أرشدنا إلى أسرار تربة أبي عبد الله الحسين إنما هم آل البيت. وإلا إحنا كأتباع كشيعة ما نميز بين تربة الحسين وتربة الحسن، بين تربة الحسن وتربة أمير المؤمنين، بين تربة أمير المؤمنين وتربة رسول الله. هذا مو شغلنا، مو من صلاحياتنا. كلهم أئمة، كلهم نقدسهم، كلهم نتبرك بهم، احنا ما نميز. يعني هاي مو قضية العقل يوصل لها، هاي تحتاج إلى إرشاد من الأئمة، إرشاد من الله، إرشاد من السماء، من عالم الغيب. واحدة من الجوانب والأبعاد هو هذا البعد. مثلا تلاحظ أن في هذه الرواية التي ابتدأت بها الحديث الإمام الصادق عليه السلام يقول: حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنها أمان. في روايات أخرى يقول: تربة الحسين أمان من كل خوف وشفاء من كل داء. يعني إحدى الأحراز في الحقيقة النافعة والهامة والمفيدة للمؤمن هي تربة الحسين. وبالمناسبة تشوف هاي العلاقة وين يأسسها أهل البيت؟ يقول منذ الولادة، يعني لما يولد الطفل خلي أول طعم بحلقة شنو؟ تربة الحسين. تستمر ويا هذه التربة طيلة حياتها إلى الممات. آخر تربة توضع في لحد الإنسان في قبر الإنسان شنو؟ هم تربة الحسين. مستحب من آداب الدفن. زين هاي من تجي؟ هاي من تجي الأمور؟ هاي الأسرار من اللي يكشفها؟ إنه قد يقول قائل: زين آمنا بالله، أئمتكم قالوا تربة الحسين أمان من كل خوف، ليش تربة الحسين؟ ليش مو تربة الحسن؟ ليش مو تربة علي بن أبي طالب؟ ليش مو تربة رسول الله؟ ايش معنى بس تربة الحسين تعتبروها أمان؟ نقول تعالوا إلى القرآن الكريم. تعال إلى القرآن، شوف القرآن الكريم في قضية من القضايا وحادثة من الحوادث المرتبطة ببني إسرائيل بعد عهد موسى، في عهد صموئيل. تتحدث القرآن في قصة طالوت. لما يتحدث القرآن عن قضية طالوت شو يقول في مقطع من هذه القصة؟ وإذ قال لهم نبيهم أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه شنو؟ سكينة من ربكم. يعني بني إسرائيل لما طلبوا علامة أنه ليش طالوت الذي ما عنده أموال، فقير لا مال له، خليت أمير وملك علينا، هاي منك لو من الله؟ قال من الله. فقالوا له شنو العلامة؟ قال لهم نبيهم العلامة شنو؟ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. زين نسأل سؤال، السكينة يعني أمان، اطمئنان. نسأل سؤال نقول هؤلاء معشر بني إسرائيل صريح القرآن يقول وإذ قال لهم نبيهم، كان نبيهم فيما بينهم، يعني كان عندهم نبي حي يتكلم معاهم. ايش معنى الله عز وجل ما جعل سكينتهم في نبيهم؟ خلاها وين؟ خلى سكينتهم في التابوت. وهذا التابوت شنو فيه؟ فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. يعني هذه الخصوصية موجودة في هذا التابوت، تابوت العهد. بالمناسبة هذا التابوت شنو كان؟ هذا كان نفس الصندوق، اسمه تابوت مو تابوت، ونفس الصندوق الذي
موسى لما خافت على موسى وضعته في ذلك الصندوق ورمت به في اليم. هذا نفس الصندوق كان عند بني إسرائيل محتفظين به إلى أن راح توفى موسى، هارون وموسى توفوا. هذا بعد صار ملعبة كما في الروايات يقول صار اللعبة بيد الصبيان، بعد ما يعرفون قدره الله رفعه من بين أيديهم ضيعوه، إلى أن اجى عهد صموئيل جاء بالتابوت إليهم. هاي خصوصية الله جعلها في نبي وما جعلها في نبي آخر. هذا مو معناته أفضلية، هاي خصوصية. شوف أكو خصائص الله جعلها في بعض أوليائه، في بعض أنبيائه، في بعض حججه ما جعلها في البعض الآخر. الخصوصية الثانية التي جعلها الله وأودعها الله في تربة الحسين عليه السلام هي خصوصية الشفاء من كل داء. وردت روايات كثيرة جدا حول هذه الحقيقة، أن الله قد جعل في تربة الحسين شفاء من كل داء. زين، سؤال: ليش الله خلاها في تربة الحسين ما خلاها في تربة أبيه أمير المؤمنين؟ شنو، علي مو أفضل من الحسين؟ نعم، علي أفضل من الحسين، علي سيد الحسين أمير الحسين، لكن الله جعلها في تربة الحسين ما جعلها في تربة أبيه أمير المؤمنين. مالكم هذا الحكي؟ تعال للقرآن في قصة نبينا، في قصة يوسف الصديق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما ذهبت عينا يعقوب من الحزن. الآية شو تقول؟ تقول: لما البشير جاء بالقميص، البشير جاء بقميص من؟ بقميص يوسف. فلما وضع القميص على عينيه شنو؟ ارتد بصيرا. زين، نسأل سؤال: يعقوب نبي، يوسف هم نبي، يعقوب هم نبي، ليش يعقوب ما شال قميصه يمسح عين نبي؟ كان يشيل قميصه يمسح بعيونه. انتظر هالسنين الطويلة أن يأتي البشير بقميص يوسف حتى يمسح به عينيه. هاي خصوصية الله خلاها بقميص يوسف، ما خلاها بقميص يعقوب مع أنه أبوه. خصوصية الله جعلها في تربة الحسين أن جعل فيها الشفاء. وعجيبة هذه التربة، بها أسرار يعني. بعد خصوصية ثالثة مهمة جدا، الخصوصية والجانب والبعد العبادي في تربة الحسين. الله خلى في تربة الحسين بعد عبادي، جانب عبادي. يقول مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه: إن السجود على طين قبر أبي عبد الله الحسين يخرق الحجب السبع، يخرق الحجب السبع. مو بس حجاب واحد، يعني يقول لما تسجد على تربة الحسين لا يبقى بينك وبين الله حجاب. هاي أيضا خصوصية الله جعلها في هذه التربة الطاهرة، ما خلاها في باقي التراب. تقديس لهذه التربة. تعال إلى القرآن، نأخذ شاهد من القرآن. يقول تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أي واتخذوا للجميع، يعني كلكم، بما في ذلك النبي صلى الله عليه وآله إذا يريد يصلي لازم شنو؟ يجعل المقام بينه وبين الكعبة.